بدرية طلبة أو المدعوة بدارة. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا عملت إنذار على إيد محضر لنقابة المهن التمثيلية وللأستاذ المحترم أشرف زكي والأعضاء نقابة المهن التمثيلية بضرورة إعلاننا بالتحقيقات مع بدرية طلبة، إلا إن مفاجأة كبيرة، أشرف زكي المحترم ونقابة المهن التمثيلية رفضت استلام الإنذار. هل بقى رفض نقابة المهن التمثيلية وأشرف زكي لاستلام الإنذار اللي احنا بنقول لهم فيه قولوا لنا إيه اللي حصل مع بدرية طلبة من ساعة ما أحلتوها للجنة التأديب؟ هل ده بيعتبر قبول ضمني منهم إن هم أسياد المصريين أو إن الموضوع اتنسى؟ فأحب أقول لك يا أشرف يا زكي ويا نقابة المهن التمثيلية إن المصريين ما بينسوش إهانتهم من هذه البدرية. نناشد معالي النائب العام ونيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بسرعة الانتهاء من فحص البلاغ محل العريضة رقم 636 لسنة 2025 باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعوة بدرية طلبة. وأخيرا يا بدارة ويا أستاذ أشرف ويا نقابة المهن التمثيلية، المصريين ملهمش أسياد. تحياتي.